اهلا بيكم يا شباب ويا بنات سكندري 2. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسلام. اصدقائي حبايبي اهلي وناسي اخواتي، مراجعة الجزء التاني من المنهج. حبيب قلبي، انا عملت الجزء الاولاني وده كان فيه نص المنهج تقريبا، والفيديو التاني يا حبيب قلبي موجود فيه بقية المنهج. استأذنك تركز معايا لأن الفيديو ده فيه شرح وحل أهم الأفكار وأهم المسائل اللي بتيجي في الفاينل اكزامز. موضوعنا الأول يا حبايب قلبي هو الجيومتريك سيكونس. جيومتريك سيكونس يا مستر بمنتهى البساطة، جيومتريك سيكونس يا مستر بمنتهى البساطة هو لو أنا عندي سيكونس اسمها 2 4 8، ها، حد واخد باله ايه اللي بيحصل؟ 16. اللي بيحصل ان هي بتزيد، اوكي، بس كل مرة بعمل ملتبلاي. يعني ايه بعمل ملتبلاي؟ يعني هنا عملت ملتبلاي 2، هنا عملت ملتبلاي 2، هنا عملت ملتبلاي 2. يعني بتزيد بالملتبلاي مش بالبلس والماينس زي الارثماتيك سيكونس. اوكي يا حبايب؟ طيب لو حبينا نكتب شكل جنرال، للجيومتريك سيكونس، اول ترم بنسميه ايه، التاني بنسميه اي ار، التالت بنسميه اي ار باور 2، التالت بنسميه اي ار باور 3. واستاذنك يا صديقي تفهم الحته دي كويس قوي. لو سالتك عن الثيرد ترم، الترم التالت هتقول لي ايه ار باور 2. لو سألتك على الفيفث ترم هتكتب لي ايه ار باور 4. لو سألتك عن السفنث ترم هتكتب لي ايه ار باور 6. وكأني يا مستر كل مرة بقلل الباور اللي على الار واحد. اوكي فهمتها يا مستر؟ يعني حضرتك قلت لي مثلا ال 13 ترم هيبقى ايه ار باور 12. زي الفل كده يا مستر، انا كده استوعبتها كويس قوي. اوكي يا حبيب قلبي، محتاجين برضو نكتب الجنرال تيرم بتاع الجيومتريك سيكونس. التي ان عبارة عن ايه؟ ار باور ان ماينس 1. لو سألنا على الاي فالاي ده هو الفيرست تيرم. لو سألنا على الار فده بنسميه الكومن ريشيو. اما لو سألنا على الان فالان ده هو الاوردر. الان ده هو الاوردر. اوكي يا حبيب قلبي؟ اوكي يا مستر تيم؟ ايه كمان؟ كان عندنا حاجة اسمها الجيومتريك مين، وده كان رول سهل جدا. لو انت عاوز تجيب الجيومتريك مين، لو انت عندك A و B و C ونفسك في اللي في النص ده اللي هو المين، المين كان بيتجاب بوزيتيف اور نيجاتيف روت A ملتبلاي C. A ملتبلاي C. يعني انت لو عندك 2 وهنا X وهنا 8 ونفسك تجيب اللي في النص، هتقول لي بوزيتيف اور نيجاتيف روت 2 ملتبلاي 8 اللي هي هتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 4. اخر قوانين الدرس كان بيتكلم عن حاجه اسمها الصم. الصم كان ليه قانونين، واحد اسمه اس ان ايكوال a 1 ماينس ار باور n، كل ده اوفر 1 ماينس ار. كلنا عارفين ان الاي ده الفيرست تيرم، والار ده الكومن ريشيو، والان ده اللي هو الاوردر. وقانون كمان كان اسمه A minus LR over 1 minus R. وبالنسبة بقى ال دوت يا مستر اللي هو اللاست تيرم. يعني انت لو معاك اخر ترم خالص في الجيومتريك سيكونس، كل اللي عليك تعمله انك تستخدم القانون التاني. اخيرا الاس انفينيتي. الاس انفينيتي يعني يا مستر السم بتاعت الانفينيتي كانت عبارة عن A over 1 minus R. A over 1 minus R. وكان عندنا شرط لذيذ جدا ان ابسوليوت الار لازم يكون اصغر من ال1. صديقي انا كده عداني لعيب وازح. ازح يعني كتر خيري. يعني انا كده عملت لك
كل قوانين الدرس الخامس والسادس بتوع الجيومتريك سيكونس. اتمنى يا صديقي القوانين دي تكون خدتها سكرين شوت او كتبتها ورايا، علشان دلوقتي هننط على طول لاول فكره في الدرس. بيقول لك انا عندي جيومتريك سيكونس، الترم الثاني ب 240. طب ما انا عارف ان الترم الثاني ده اي ار بكام؟ ب 240. وعندي الترم الخامس ب 30. الترم الخامس ب 30. طب ما انا عارف ان هي AR باور 4 equal 30. ماشي يا مستر، طب وبعدين اتصرف ازاي؟ صديقي استخدم مخك واقترح على نفسك انك هتعمل ده ديفايدد ده. لما عملت ده ديفايدد ده الايه كنسل الايه، وبالنسبه للار فانا هعمل ماينس للباورات، ف 4 ماينس 1 تبقى الاجابه ب 3. ولما عملت دول ديفايدد بعض اداني 1 اوفر 8. وبعدين قلت ان انا هتخلص من الباور ده باور اود، فهوديه الناحيه الثانيه بالكيوبيك روت. طلعت الاجابه ب 1 اوفر 2. هتقول يا مستر انا كده استفدت ايه؟ لا، استفدت انك جبت الار. طب ارجع تاني للسكند ترم، مش انت كنت بتقول ان الاي ار ايكوال 240؟ اه، احنا لسه جايبين الار حالا فعلا بهاف، يبقى A باي هاف ايكوال 240. اتخلص من الهاف، الهاف هنا لازقه يعني باي هتروح بالديفايدد، يبقى 240 ديفايدد هاف. قوم لما تحسبها هتطلع 480. اديني فرصه احسبها واتاكد. ديفايدد هاف طلعت لي 480. هتقول لي يا مستر طب وبعدين؟ لا، مش من حقك تقول لي وبعدين. اقول لك هو عاوز السم اوف ذا انفينيتي. طب ما السم اوف ذا انفينيتي كان عباره عن A over 1 minus R. ال A معاك ب 480، ودي 1 minus ال R بكام؟ ال R بهاف. تطلع الإجابة في الآخر ب 960. وتبقى كده خلصت السؤال وجاوبته بمنتهى الهدوء والسهولة. فكرة مهمة جدا إنه يديلك ترمين وأنت تتعامل بيهم عشان تجيب ال A وال R. نشوف اللي بعدها. بيقول لك يا صديقي جيومتريك سيكونس. طبعا انت عارف ان ده الايه 1 اوفر 8. اما بالنسبه للار فانت ممكن تعمل ده ديفايدد ده، او ده ديفايدد ده، او ده ديفايدد ده. فانا هختار اي واحده منهم، وليكن ال1 ديفايدد الهاف. طلعت لي الار ب 2. طلعت لي الار ب 2. مستر ممكن اعمل حاجه؟ هي انا كده معايا الاي ب 1 اوفر 8 ومعايا الار ب 2، وهو مديلك ترم اسمه 1024. طب اكتب لي يا مستر كده القانون. التي ان ايكوال اي ار باور ان ماينس 1. التي ان ب 1024، الاي ب 1 اوفر 8، الار ب 2 باور ان ماينس 1. والله يا صديقي ما خبيش عليك، لو فكرت دي تعمل دي بالشيفت كالك هتأخر منك قوي وهتطول ومش هتخلص. وبعدين هنتصرف ازاي؟ هقول لك احنا ممكن نجرب. يعني ايه اجرب؟ يعني اشيل الان دي واحط الاجابات لحد اما الاجابه تطلع لي، 1024. يعني اكتب 1 اوفر 8 على الكالكوليتر ملتبلاي 2 باور، ونكتب مره 10 ماينس 1. لا طلعت لي 64. طب هجرب 12. لا طلعت لي 256. طب هجرب 14. طلعت لي 1024. طلعت لي 1024. تبقى هي دي الإجابة. أوكي، حلوة جدا يا مستر. مستر طب أنا كان ينفع أعملها بالشيفت كالك؟ صدقني كانت هتطول. أوكي يا حبيب قلبي، يلا نشوف الفكرة التالتة. على فكرة يا مستر أنا معايا الإيه. على فكرة يا مستر أنا معايا الآر. هعمل 24 ديفايدد 36 تطلع ب 2 اوفر 3.
على فكرة يا مستر لو حضرتك عاوز الاس بتاعت الانفينيتي، ايه ده انا ليه استخدمت الانفينيتي هنا؟ عشان هي ما بتخلصش. فهقول ايه على 1 ماينس ار. الايه ب 36 وهنا 1 ماينس 2 اوفر 3. يلا 36 على 1 ماينس 2 اوفر 3 تطلع 108. خلصت تطلع 108. نشوف اللي بعد. الله، بحب الفكرة دي. مستر بتحبها ليه؟ بتحبها ليه؟ عشان انا بعشق كلمة من الاند دي. ايوه مش فاهم برضه يا مستر. اول ما تسمع كلمة from the end اقلب السيكونس. يعني ايه؟ يعني خلي ده اول ترم، وبعد كده اعمل نقط، وبعد كده اقول 1 over 32، 1 over 64، واخيرا 1 over 128. ماشي يا صاحبي، يلا نطلع الحاجات اللي اقدر اطلعها. الاي ب 2048، الار اعمل ده ديفايدد ده، 1 over 64 divided 1 over 32 تطلع هاف. وبعدين هو عاوز الترم التاسع، يعني بالنسبة للN فالN ب 9. يلا نجيب التي 9. A R باور N minus 1. ال A ب 2048، ال R ب 1 over 2، ال N ب 9 minus 1. طلعت الإجابة في الآخر كلها ب 8. الترم التاسع من الآخر هيطلع ب 8. حلو قوي يا مستر فكرة فروم ذا اند دي. الله، الله يا مستر. نعم يا حبيبي. مستر يا حبيبي نعم. ينفع اكتبها بالكالكوليتر؟ لا. ليه يا حبيبي مش هينفع تكتبها بالكالكوليتر؟ عشان في انفينيتي يا قلبي. تكتبها ازاي يعني؟ هتكتبها ازاي بجد؟ مش هتعرف. اوكي وبعدين، مش انت عارف ان الجنرال تيرم A R باور N ماينس 1؟ فهمت يا مستر. ده شكل فعلا القانون. يعني حضرتك عايز تقول لي كده ان ال A ب 300 حصل. طب وال R ب 1 over 4. طب ايوه وبعدين احلها ازاي يا ابني؟ مش احنا عندنا قانون اسمه الصم بتاعت الانفينيتي؟ اللي هو A على 1 ماينس R. عارفه دوت يا مستر. طب خلاص، ال A ب 300 وهنا 1 ماينس 1 over 4. خلصت 300 على 1 ماينس 1 over 4 تطلع الإجابة ب 400. سهلة جدا، سهلة جدا، سهلة جدا. نشوف اللي بعده. اوكي، هو عاوز السم اوف ذا انفينيتي. للأسف هنا ده مش الشكل اللي هعرف اطلع منه الاي والار. فانا لازم انا بقى اكون سيكونس. يعني ايه؟ مش ده الترم الاولاني وده الترم التاني حصل، وده الترم التالت حصل. طب ما تعوض مره ب1 هنا. يعني لو عايز تجيب الترم الاولاني قول 3 باور 3 ماينس 1 تطلع 9. طب ازاي اجيب الترم التاني؟ هقول 3 باور 3 ماينس 2 يطلع 3. طب هات الترم التالت. حاضر، يبقى 3 باور 3 ماينس 3 تبقى ب 1. يعني السيكونس بتاعتك اسمها 9 3 1 and so on. ماشي يا مستر. عشان اجيب السم اوف ذا انفينيتي القانون كان عباره عن A1 minus R. ال A ب 9 وال R ده على ده 3 على 9 اللي هي تطلع 1 over 3. بس يلا نستخدم القانون. يبقى 9 over 1 minus 1 over 3. بس كده بس كده. يلا 9 over 1 minus 1 over 3 تطلع الإجابة 27 over 2. تطلع الإجابة 27 over 2. الله، اخترت الإجابة وخلصت على كده. تيجي نشوف اللي بعده. بيقول لك إن الفيرست تيرم ب 24. يا سلام، يبقى ده الإيه؟ وهو عاوز الآر ومدي لك الصم بتاعت الانفينيتي ب 32. اكتب كده القانون. حاضر. اس انفينيتي عبارة عن A1 minus R. الاس انفينيتي هو اداها لك ب 32، وادي الاي ب 24. 1 ماينس ار. حل لي دي يا صديقي بالشيفت كالك. 32 الفابت ايكوال 24 على 1 ماينس الفابت اكس.
طلعت لي يا مستر لما جبت الار بالكالكوليتر طلعت لي ب 1 اوفر 4. هي دي الاجابه يا مستر؟ اه يا حبيبي هي دي الاجابه. اوكي كان في قانون بيجيب لك الجيومتريك مين. ايه هو؟ بوزيتيف اور نيجاتيف روت اكس باور 6 باي واي باور 2. طبعا كل الاجابات فيها بوزيتيف اور نيجاتيف. ازاي كنت بتعامل مع الحروف اللي تحت السكوير روت؟ كنت بعمل 6 ديفايدد 2 يبقى اكس باور 3، وهعمل 2 ديفايدد 2 يبقى واي باور 1. يبقى هي دي الاجابه. يبقى الاجابه بوزيتيف اور نيجاتيف اكس باور 3 واي. بوزيتيف اور نيجاتيف اكس باور 3 واي. المساله دي تحفه، وده قانون جديد يا صديقي ممكن اكون انا ما كتبتوش في الاول. لو عاوز تجيب ترم معين هات الصم بتاع الترم اللي اسمه اس ان بلس 1 ماينس الاس ان. مستر ده شكل القانون، ممكن حضرتك تفهمه لي؟ عينيا. لو عاوز تجيب الترم الرابع هات الصم بتاع اول اربعه ماينس الصم بتاع التلاته. طب لو عاوز تجيب الترم السابع هات الصم بتاع الترم السابع ماينس الترم السادس. طب لو عاوز تجيب الترم الخامس يبقى هتجيب الصم بتاع اول خمسه ماينس الصم بتاع اول اربعه. هو هنا عاوز الترم التالت، فانا هجيب الصم بتاع اول ثلاثة ماينس الصم بتاع اول اتنين. طب اجيب الصم الثلاثة ازاي؟ اعوض هنا ب 3 واعوض مرة تانية ب 2، يعني اقول 3 باور 3 بلس 1 ماينس ال 3، وهنا هقول 3 باور 2 بلس 1 ماينس ال 3. وارشق دي كلها على الكالكوليتر. طلعت لي الاجابة 54. طلعت لي الاجابة كام؟ 54. كاني بقول لك ان الترم الثالث هيكون ب 54. ده قانون ممكن اكون انا ما كتبتوش في الاول، ولكن قانون سهل وبسيط واستخدامه اسهل. بيقول لك ان السم اوف ذا انفينيتي بكده، ده اس انفينيتي، والاي كانت ب 18. ده حلينا شبه السؤال ده بالظبط. يلا الاس انفينيتي عباره عن a اوفر 1 ماينس ار. الاس انفينيتي ب 54 والاي ب 18 وهنا 1 ماينس ار، ونديها واحده شيفت كالك. طلعت الار ب 2 اوفر 3. هو بقى المره دي بيقول لك اعمل لي السيكونس نفسها. طبعا انت عارف ان اول ترم اسمه 54. لو عملت 54 باي 2 اوفر 3 يديني 36. لو عملتها باي 2 اوفر 3 هيديني 24. لو عملتها باي 2 اوفر 3 هيديني 16. بس خلاص كفايه كده اهو. هو كان عاوز يكون السيكونس، انا كونتها له. هو كان بيقول لي كون لي السيكونس نفسها وانا كونتها له الحمد لله. يلا نفس السؤال اللي فات تاني بالظبط. السم اوف ذا انفينيتي، السم اوف ذا انفينيتي بفور. بس قال لك حاجه غريبه جدا. قال لك ان السكند ترم بنيجاتيف 3. هو ايه السكند ترم ده؟ اللي هو اي ار. ما هو الاولاني اسمه ايه، التاني اسمه اي ار، التالت اسمه اي ار باور 2، التالت اسمه اي ار باور 3 and so on. طيب انا عارف ان الاس انفينيتي عباره عن a اوفر 1 ماينس ار. مظبوط كده؟ مظبوط. وبعدين الاس انفينيتي ب 4. انا ممكن اجيب الايه لوحدها، ان انا اطرد الار الناحيه التانيه بالايه؟ بالديفايدد. يعني الايه هتبقى ايكوال نيجاتيف 3 على ار. وبعدين هشيل الايه دي واحط مكانها نيجاتيف 3 على ار، وهنا 1 ماينس ار. كده بقت ايكويشن. الايكويشن دي الايكويشن دي يا حبايب قلبي فيها ار بس. الايكويشن دي فيها ار بس. بفكر اني احلها بايديا بالمانوال، اودي دي بالمالتيبلاي.
تبقى 4 minus 4r equal negative 3 over r. هودي الار بالملتبلاي تبقى 4r minus 4r square equal negative 3. هدخل النيجاتيف 3 دي جوه يبقى negative 4r square plus 4r plus 3 equal 0. دي بقى ممكن نعملها بمود 5 3. مود 5 3 ونكتب نيجاتيف 4 و3. الار ممكن تطلع ب 3 over 2 وممكن تطلع الار بنيجاتيف هاف. وبعدين هرجع هنا اجيب الاي كانت عباره عن نيجاتيف 3 ديفايدد 3 over 2 مره. طلعت بنيجاتيف 2 هنا. والمره الثانيه هقول نيجاتيف 3 ديفايدد نيجاتيف هاف. طلعت 6. يعني انا هنا عندي 2 سيكونس. الفيرست سيكونس ممكن تبدا بنيجاتيف 2 وكل مره اعمل باي 3 باي 2. بص نيجاتيف 2 باي 3 اوفر 2 تطلع نيجاتيف 3. واللي بعدها هتبقى باي، انا احب اكتب بس 3 ترم على الاقل، نيجاتيف 9 اوفر 2 كفايه. ادي اول سيكونس. طب السكند سيكونس هتبدا ب 6 وكل مره هيعمل باي نيجاتيف هاف. اللي بعدها تطلع نيجاتيف 3. اللي بعدها تطلع 3 اوفر 2 and so on. يعني السؤال دوت مش عندي سيكونس واحده بس، لا انا عندي 2 سيكونس. عندي 2 سيكونس ممكن يكونوا موجودين. نشوف اللي بعدها. بيقول لك انا عاوز اعرف عدد الترمات. بص يا حبيب قلبي، انا لو عاوز اعرف عدد الترمات كاني بسالك هو الترم الاخير ده الترم الكام؟ ما انا لو عرفت الترم ده، لو ده طلع الترم العاشر يبقى هم 10، لو ده طلع الترم ال20 يبقى هم 20. اوكي. الاي كانت ب 3 والار كانت ده ديفايدد ده 6 ديفايدد 3 تطلع الاجابه 2. يبقى الاي كان ب 3 والار كان ب 2 والترم نفسه كان، اكتب القانون، التي ان ايكوال اي ار باور ان ماينس 1. التي ان ب 7 6 8، الاي ب 3، الار ب 2 باور ان ماينس 1. عايز تعملها بالشيفت كالك هتتحل بس هتاخد وقت كتير قوي. عايز تحلها بالتجربه يفضل، وده اسرع، وكده كده هم 4 اختيارات مش اكتر من كده. انا حليتها بالتجربه طلعت الان ب 9. يعني لما جربت ال9 ظبطت، لما جربت ال9 ظبطت على طول. يلا يا صاحبي، بيقول لك ان السكند تيرم اسمه 6. ماشي، يعني كده الاي ار ايكوال 6. وبيقول لك الترم الثالث اللي هو اي ار باور 2 ماينس الترم الاولاني اللي هو الاي ايكوال 9. وبعدين يا ابو الصحاب ممكن تاخد الاي كومن فاكتور، فساعتها يتبقى لك ايه؟ يتبقى لك ار باور 2 ماينس ال1 ايكوال 9. حد فاهم انا عملت ايه؟ انا خدت الاي كومن فاكتور. وبعدين ممكن من هنا تجيب الاي تقول ان هي 6 على ار. وبعد كده تحط الاي هنا ب 6 على ار وتفتح براكت وتقول ار باور 2 ماينس 1 ايكوال 9. وممكن تعمل دي بالشيفت كالك، او بلاش شيفت كالك. تعال نودي الار الناحيه الثانيه، يبقى دي 6 ار باور 2 ماينس 1 ايكوال 9 ار. دخل لي ال 6 جوه يبقى 6 ار باور 2 ماينس ال 6 ايكوال 9 ار. دخل ال 9 ار دي جوه عشان نعمل مود 5 3 يبقى 6 ار باور 2 ماينس 9 ار ماينس ال 6 ايكوال 0. يلا نعمل دي بمود 5 3. مود 5 3 هتكتب 6 ايكوال نيجاتيف 9 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال. طلعت الاجابه الار
مره بنيجاتيف هاف والتانيه طلعت لي ب 2. بس انا خدت بالي من حاجه، انه قال لي ان كل الترمات بوزيتيف. كل الترمات ايه؟ بوزيتيف. فهمت؟ طب استاذنك بقى، عوض هنا عشان تجيب الايه. الايه ايكوال 6 على 2، يبقى الايه ب 3. بس خلاص، يبقى الايه ب 3. وكل مره بعمل باي 2 لان الار ب 2، يبقى 6، 12، 24 and so on. انا كده كونت السيكونس. كان عاوز الصم بتاع اول 9. عينيا عينيا. القانون بتاع الصم كان ليه قانونين. القانون الاول كان اسمه A، افتح براكت، 1 minus r باور n over 1 minus r. يلا نعوض. الايه ب 3، 1 minus الار كان احنا جبناه ب 2، وهو عاوز يعمل الاول 9 على 1 minus 2. يلا نكتب بالكالكوليتر. 3 multiply 1 minus 2 باور 9، اقفل البراكت، اعمل اوفر 1 minus 2، تطلع الاجابه 1533. 1533. خلصت يا ابو المساتر. خلصت يا ابو المساتر. سؤال محترم جدا، وسؤال خطير جدا، وسؤال بسيط جدا. عاوز الجيومتريك مين، بوزيتيف اور نيجاتيف روت 4 باي 16. خلصت. تطلع ببوزيتيف اور نيجاتيف 8. سؤال سهل قوي. اوكي. في سؤال 15، الجمله دي سر الحل. افتكر كلمه سر الحل دي. سر الحل ليه؟ هطلب منك طلب انك تودي التي ان دي الناحيه الثانيه بالديفايدد. بص اهو. عارف ده مين يا ابو الصحاب؟ لا يا مستر مش عارف. عرفني. ده الار. ما هو انت لو خدت الترم السابع على الترم السادس ده الار. لو خدت الترم التاسع على الترم الثامن، طب ما ده الار. لو خدت الترم ال11 على الترم العاشر فده برضو الار. فانت لما خدت تي ان بلس 1 على تي ان يبقى ده الار. يعني الار بكام؟ الار ب 2. ماشي يا مستر، دي اول معلومه. وقال لك ان السكند ترم ب 8. طب ما انا عارف ان السكند ترم ده اي ار. طب ما مستر لو اي ار ب 8 وانا معايا الار ب 2، اوديها بالديفايدد يبقى الاي ايكوال 8 ديفايدد 2، تطلع الاي ب 4. هو عاوز الصم بتاع اول 7. القانون كان عباره عن a 1 minus r باور n over 1 minus r. ال a انا جبتها ب 4، وادي 1 minus الار ب 2 باور 7 over 1 minus 2. يلا نحسب. طلعت الإجابة 508. لا 508. بس كده خلاص، هي دي إجابة السؤال. نشوف اللي بعده. السكند ترم ب 2. ماشي، يبقى الاي ار ب 2. والسم اوف انفينيتي. والسم اوف انفينيتي ب 8. حاضر حاضر. السم اوف انفينيتي كان ب 8. يلا بينا نكتب القانون. اس انفينيتي عبارة عن a على 1 ماينس r. الاس انفينيتي ب 8. والاي انا ممكن اكتبها كده 2 اوفر r. 2 اوفر r. واكتب هنا 1 ماينس ار. وممكن اعملها بالشيفت كالك وخلاص. جرب كده بالشيفت كالك ان شاء الله هتطلع. طلعت بهاف. طلعت الار بهاف. اتحلت بالشيفت كالك. يلا بينا. السكند ترم اسمه ايه؟ 8، يعني الاي ار ب 8. وقال لك ان تي 1 بلس تي 3 ايكوال 20. هو ايه تي 1 ده اللي هو الاي؟ طب والتي 3 ده اي ار باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 20. طب يا مستر، ما انا عارف حاجه. ما انا عارف حاجه. ان انا ممكن اخد كومن فاكتور اسمها ايه. يبقى لك 1 بلس ار باور 2 ايكوال كام؟ 20. على فكره يا مستر انا اعرف اجيب الايه لوحدها. هودي الار بالديفايدد حصل. يبقى 8 على ار، واعمل 1 بلس ار باور 2 ايكوال 20. واحاول احلها. عارف لو حلتها بالشيفت كالك اعتقد هتديك الار. اعتقد يعني 8. بس هو ما يصحش. المفروض نحلها
بالمود 5 3 اودي دي بالباي تبقى 20 ار. هدخل ال 8 دي جوه هنا وهنا تبقى 8 بلس 8 ار باور 2. هدخل ال 20 جوه دي وبعد كده ارتبهم 8 ار سكوير ادي اول واحده، وادخل دي جوه 20 وبعد كده اكتب بلس 8 ايكوال 0 واعملها مود 5 3. مود 5 3 8 ايكوال نيجاتيف 20 ايكوال 8 ايكوال. يبقى الار هتبقى بهاف والار التانية هتبقى ب 2. يلا لو سمحت يا جماعه معلش هات لنا الايه اهي 8 ديفايدد هاف تطلع 16. 8 ديفايدد 2 هتطلع الار ب 4. السيكونس دي هيكون اسمها 16 8 4 2 and so on. دي هيبقى اسمها 4 8 عشان كل مره بعمل باي 2 16 32 and so on. بيقول لك خلي بالك انا increasing geometric sequence. يبقى هستخدم انهي؟ يبقى هستخدم دي. هو عاوز الترم الخامس يبقى a r باور n minus 1. ال a ب 4 والr ب 2 والn هتبقى 5 minus 1. يبقى 4 باي 2 باور 5 minus 1 تطلع الإجابة 64. تطلع الإجابة إيه؟ 64. نشوف اللي بعده. ماشي. بيقول لك إن الكومن ريشيو ثابتة. مش أنت عارف يا صديقي إنك لو عملت ده ديفايدد ده هيكون إيكوال ده ديفايدد ده حصل. طب يا صاحبي هنعمل إيه دلوقتي؟ هنحلها. هنعمل سيزر اللي فوق باي اللي تحت يبقى x minus 3 باي x minus 3 equal 4 باي 2x plus 6. يلا نفك دي. first by first x square first by second negative 3x second by first negative 3x second by second positive 9 وادخل ال 4 دي هنا وهنا يبقى 8x plus 24. يلا نجمع ده زي ما هو. بعد كده عندي نيجاتيف 3x ونيجاتيف 3x وال8 دي هتخش بالماينس يعني عندي نيجاتيف 3x ونيجاتيف 3x ونيجاتيف 8x. بعد كده عندي 9 وعندي 24 هتخش جوه بالماينس. ادي اكس سكوير اهي. جمع دول مع بعض يكونوا نيجاتيف 14x وجمع دول مع بعض 9 minus 24 تطلع نيجاتيف 15. حل لي دي بقى بمود 5 3. يلا مود 5 3 مود 5 3 1 ونيجاتيف 14 ونيجاتيف 15. مره الاكس طلعت لي بنيجاتيف 1 ومره الاكس طلعت لي ب 15. ماشي بس هو بيقول لك ان الاكس اكبر من الزيرو فانا هرفض دي. يبقى الاكس ب 15 يبقى كده السيكونس اسمها 4 15 ماينس 3 تطلع 12 واللي بعدها 2 باي 15 بلس 6 تطلع 36. هو عاوز الكومن ريشيو اعمل ده ديفايدد ده 12 ديفايدد 4 تطلع الاجابه ب 3. خلصت. مسألة ثقيلة شوية. يلا نشوف آخر مسألتين تقريبا. ال T5 AR باور 4 ماينس ال T4 حاضر AR باور 3 equal 27. اللي بعدها T4 minus T2 equal 12 حاضر. يبقى AR باور 3 minus AR equal كام؟ 12. ممكن استأذنك تاخد لي كومن فاكتور فوق وتحت؟ حاضر. هاخد كومن فاكتور فوق A R باور 3 يبقى لك R minus 1 equal 27. وتحت خد لي كومن فاكتور هاخد ال AR يبقى لي R باور 2 minus 1 equal 12. يلا نعمل divided. ال A هتكنسل ال A ال R هتكنسل واحدة بس يبقى لك فوق R باور 2 وهنا R minus 1. المنظر ده لو حبيت تفكه يتفك كده R minus 1 و R plus ال 1 equal 27 over 12. طب ما ده ودوت يا مستر هيكنسلوا بعض حصل يبقى R باور 2 over R plus ال 1 equal 27 over 12. نعمل سيزر يبقى 12 R square equal 27 R plus 27
يلا ندخل دول كلهم جوه بالايه؟ بالاوبوزيت ساين. يلا نعمل دي بمود 5 3. يلا نعمل دي بالمود 5 3. مود 5 3. 12 نيجاتيف 27 نيجاتيف 27. تطلع مره الار بنيجاتيف 3 اوفر 4 ومره الار ب 3. بس خلي بالك هو قال لك ان كلهم بوزيتيف، فانا هشتغل على دي. يبقى الار ب 3، يبقى الار بكام؟ ب 3. اختار اي واحده من دول وليكن دي، واكتب الاي انا جبت الار ب 3 باور 3 ماينس الاي باي 3، الكلام ده ايكوال 12. واعمل دي بالشيفت كالك عشان اجيب الاي. اكتب كده الفابت اكس باي 3 باور 3، كل ده ماينس الفابت اكس باي 3، كل ده الفابت ايكوال 12. يبقى الاكس بهاف، يبقى اللي هي الايه هتبقى بهاف. بس خلاص يبقى الايه بايه؟ بهاف. هو كان عاوز الايه. المساله دي صعبه شويه، المساله دي صعبه شويه، فيها يعني هاير سكيلز شويه. اخر مساله في الجزء الاول من المراجعه، الجيومتريك سيكونس. الجيومتريك سيكونس كلهم بوزيتيف. الفيرست تيرم ايكوال، الفيرست تيرم ايكوال 4 مرات من التالت. 4 مرات من التالت. حد خد باله انا عملت ايه؟ كتبت 4 a باور r باور 2. على فكره يا مستر انا ممكن اكنسل ايه مع الايه. على فكره يا مستر انا ممكن اودي الفور بالديفايدد. على فكره يا مستر انا ممكن اودي الار ببوزيتيف اور نيجاتيف روت، بس هو كلهم بوزيتيف فانا هوديها بالروت. يبقى اللي يبقى الار بكام؟ 1 اوفر 2. وراح قال لك ان السم بتاعت السكند اللي هي اي ار والفيفث اللي هي اي ار باور 4 ايكوال 36. على فكره يا مستر انا جبت الار، فانا هقول ان الاي باي 1 اوفر 2 بلس اي باي 1 اوفر 2 باور 4 ايكوال 36. واعمل دي بالشيفت كالك يبقى كده جبت الاي. تطلع الاي ب 30 ب 64. كون السيكونس يبقى 64 وكل مره بعمل باي هاف تطلع 32 باي هاف 16 ها باي هاف 8 and so on. انا كده خلصت. انا كده خلصت الجزئيه الاولانيه. عايز تاخد بريك بعد النص ساعه الاولانيه دي؟ خد بريك، قوم اعمل اي حاجه وتعالى. يلا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بالصحاب او الجزء اللي بعده بيتكلم عن حاجه اسمها permutation وcombination. اولا بدايتنا مع حاجه اسمها فاكتوريال. فاكتوريال الان دي يعني انت لو عاوز تعمل فاكتوريال ال3 بتكتب 3 باي 2 باي 1. لو انت عايز فاكتوريال ال5 فانت بتقول 5 باي 4 باي 3 باي 2 باي 1 تطلع ب 120. علامة الفاكتوريال دي بتتكتب ازاي على الكالكوليتر؟ بتدوس على زرار اسمه شيفت وفي زرار اسمه اكس باور نيجاتيف 1 بيعمل لك علامة تعجب كده. اكتب قبلها 5، يعني لو حسبت فاكتوريال 5 هتلاقيها كام؟ 120. من الحاجات البصمجة ان فاكتوريال الزيرو وفاكتوريال ال1 الاتنين بيجيبوا 1. قشطة. لو حبيت ترتب ناس في صف بتستخدم فاكتوريال ال. لو حبيت ترتب الناس في كولوم بتعمل سوري مش في كولوم، انا اسف، اقصد في سيركل. اقصد في سيركل بتكتب فاكتوريال ان ماينس 1 ودول تحفظهم. لو هرتب الناس في صف فاكتوريال ان، لو هرتب الناس في سيركل يبقى ايه؟ فاكتوريال ان ماينس 1. بعد كده اخدنا حاجه اسمها البرميوتيشن. افهمها لك بسرعه. يعني ايه 5 بي 3؟ يعني 5 باي 4 باي 3. ليه كتبت 3 ارقام بس؟ عشان هو قال لك ان انت هتمشي 3 خطوات والبدايه بتاعتك 5، يبقى يعني 5 باي 4 باي 3. شويه ريماركس كده، هتكتب ان بي 0 ب 1، ان بي ان بفاكتوريال الان، ان بي 1 بان بس. شويه ريماركس كده. ولو حبيت تفك ال ان بي ار ده ممكن تفكه ازاي؟
فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. ده كان درس البرميوتيشن. دي كل القوانين بتاعت البرميوتيشن. لو حبيت افصل لك فصلت لك اهو. تعال نشوف الكومباينيشن. عندي اول قانون اسمه ان سي ار، ده ممكن افكه ايه؟ افكه ان بي ار على فاكتوريال الار. ده اشهر قانون موجود في القوانين كلها. برضو عارف ان الان سي ان والان سي 0 الاتنين ب 1. عارف ان الان سي 1 ايكوال ان. شبه دي بالظبط، خلي بالك. بصوا شبه بعض بالظبط في الحوار ده. شبه بعض بالظبط في الحوار ده. خلاص. ودول شبه بعض برضو. يعني ال NB0 وال NC0 الاتنين ب1. آخر قانون وأهم قانون في الدرس. لو عندك NCX equal NCY، خدت بالك إن اللي فوق شبه بعض والاتنين C. عندك حاجتين ممكن يحصلوا. يا الاتنين اللي تحت هيبقوا equal، يا الاتنين بلس بعض equal N. يا الاتنين بلس بعض equal N. يا الاتنين بلس بعض equal N. يعني لو عندك مثلا يعني فور اكزامبل ان سي 3 وان سي 5، يا اما دول يكونوا شبه بعض وده ما حصلش هنا، يا الاثنين بلس بعض اللي هم 8 تبقى ايكوال الايه؟ تبقى ايكوال ال 8. انا كده خلصت كل قوانين البرميوتيشن والكومباينيشن، و90% من مسائل اليونت دي بتتحل بالتجربه. بمعنى انك هتقعد تمسك الكالكوليتر وتجرب مين اللي الفاكتوريال بتاعه يديك 120، هتكتشف ان هو 5. يبقى تقول اللي جوه ده لازم يطلع 5، يعني 3n 7 لازم يطلع 5. اطرد النيجاتيف 7 تبقى ب 12 وديتها بالبلس. ودي 3 بالديفايدد، حاضر، تطلع الاجابه 4. انا كده جبت الان ب 4. يلا عوض بقى بيها، يبقى 4 سي 4 1 يعني 4 سي 3. استنى احسبها. اللي مش بيعرف يكتب السي والبي بالكالكوليتر، السي بتكتب كده 4 وبعد كده بتدوس شيفت ديفايدد، كتب لك حرف سي، وتكتب بعدها 3، دوس ايكوال، طلعت 4. طب البي بتتكتب ازاي؟ شيفت باي. لما تيجي مسألة فيها بيها هجرب لك معاها. اوكي مستر، المسائل الملعبكة افضل حاجة اني اجرب ايه؟ اشيل كل اكس احط مكانها 5. يعني اجرب فاكتوريال 5 على 10، وهنا اكتب 5 ماينس 1 بي 5 ماينس 3. انا كده بجرب، هحسب دي واحسب دي، لو طلعوا الاثنين ايكوال يبقى كده تمام. يلا انا هجرب اعمل فاكتوريال لل 5. فاكتوريال لل 5 اوفر 10 طلعت لي 12. وهجرب 5 ماينس 1 تبقى 4 و5 ماينس 3 هتبقى ب 2، يعني هجرب 4 بي 2 طلعت لي 12. يا سلام يا سلام، جت من اول تجربه الحمد لله. جت من اول تجربه الحمد لله. جرب الباقيين هتلاقوا مش هينفعوا خالص الحمد لله والله، وتشيل هم ان انا اقعد اجرب كل ده. طيب ان بي ار ايكوال 24 ان سي ار. استاذنك ترجع لورقه القوانين وتفك لي الان تي ار دي كانت بتتفك ايه؟ تتفك ان بي ار على فاكتوريال الار. ايوه وبعدين لا ده كده حياتك بقت جميله. هكنسل ده مع ده، يبقى كده اتبقى لك 1 ايكوال 24 على فاكتوريال الار. عايز تحلها بالشيفت كالك حلها، عايز تحلها بالستبس حلها، المهم ان الار تطلع ب 4. الار طلعت بكام؟ 4. يلا نعوض. هو عاوز ار بلس ال1 بي ار، يعني اكتب ايه؟ يعني اكتب 4 بلس ال1 بي 4، يعني 5 بي 4. يلا اكتبها بالكالكوليتر. 5 شيفت بي 4 طلعت 120. خلصت. طلعت 120 خلصت. يلا 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 استخدم الكالكوليتر وجرب. استخدم الكالكوليتر وجرب. 10 بي 10 بي 2 لا طلعت لي 90. لا هجرب اغير ال 10 خليها 12. طلعت لي 132. لا مش نافعه برضو. هجرب 14. 14 بي 2 طلعت لي 110. لا يبقى هي اخر واحده اكيد. 15. ايوه حصل. 15 جربت كده. 15 بي 2 طلعت لي ب 500 and
طلعت لي ب 210 انا اسف. يبقى الاجابه الصح هتبقى مين؟ هتبقى 15. يلا نشوف اللي بعدها. 5 بي ار على 120. يا مستر على فكره انا عارف حاجه ان ال ان بي ار ايكوال ان سي ار على، لا انا اسف العكس. ال ان سي ار، انا اسف، ال ان سي ار هي ان بي ار على فاكتوريال الار. طب ما انا ال ان سي ار معايا صح ب 20. طب وال ان بي ار معايا ب 120 على فاكتوريال مين؟ الار. اعملها بالشيفت كالك. لو ما طلعتش بالشيفت كالك ممكن نجرب يعني نشوف مين الفاكتوريال بتاعها هينفع. جربت طلعت ب 3. جربت طلعت ب 3. يعني جرب كده اهو، مش دي طالعه 20؟ جرب 120 اوفر فاكتوريال 3 كده، هتلاقيها برضو طلعت لك ب 20. لو انت مش عارف يعني ايه تجربه. ماشي، كان عندي حاجه كده في الفاكتوريال بتقول لك ايه؟ لو عاوز تخرج رقم بره الفاكتوريال نقص منه واحد. انا هعمل كده، هخرج دي بره، هتبقى ان بلس 1 بره. مين اللي هيتبقى جوه؟ هيتبقى جوه ان ايكوال فاكتوريال للان. معلش يا مستر اقولها تاني. انا خرجت ده بره، لما خرجته بره قللت منه واحد بقى ان بس. هكنسل فاكتوريال ان مع فاكتوريال ان، يبقى ان بلس 1 ايكوال 1. يبقى الان ايكوال 1 ماينس 1، يبقى الان بزيرو. يلا نعوض، يبقى 5 بي 3 باي 0 بلس ال 1. يعني كأنها 5 بي 1. يبقى 5 بي 1 تطلع ب 5. 5 بي 1 تطلع ب 5. يلا نشوف اللي بعدها. اللي فوق شبه اللي فوق، يبقى عندي 2 اوبشنز. يا اللي تحت ايكوال اللي تحت، يعني يا 2 ار بلس ال 1 ايكوال ار ماينس ال 1، يا الاتنين بلس بعض، يا الاتنين بلس بعض ايكوال 21. هعمل شيفت كالك هنا وشيفت كالك هنا. هجرب اول واحده. 2r بلس ال 1 الفابت ايكوال r ماينس 1، اداني الار بنيجاتيف 2. مستحيل. مستحيل. ليه مستحيل؟ ما ينفعش الرقم ده يبقى بالنيجاتيف، مستحيل ما ينفعش. هعمل التانية بالشيفت كالك، يلا. يبقى 2 بلس الفابت اكس بلس 1 بلس الفابت اكس ماينس 1 الفابت ايكوال 21. طلع لي طلع لي الار طلع لي الار ب 7. ايوه دي تنفع، يبقى هكتب 9 سي 7. يبقى هكتب 9 سي 7. طلعت لي ب 36. اللي بعده. اوكي ممكن اجرب. يعني ايه اجرب؟ يعني امسك تجربه تجربه عشان اخلص بس على طول. يعني ايه؟ احط 5 بلس 5 على 5 بلس 3. يعني اعمل فاكتوريال لل 10 فوق، فاكتوريال لل 10 فوق، على فاكتوريال لل 8. طلعت لي 90. لا ما طلعت لي 90. لا مش هي. طب هعمل فاكتوريال 4 بلس ال 5 اللي هي فاكتوريال 9 على فاكتوريال 4 بلس 3 اللي هي 7. يبقى فوق 9 وتحت 7. طلعت لي 72. لا مش هي. اجرب دي، فاكتوريال لل 8 على فاكتوريال ال 6. فاكتوريال لل 8 على فاكتوريال ال 6. طلعت لي 56. بس خلاص هي دي الاجابه يا باشا. بص، كله بالتجربه بيتحل. كله بالتجربه بيتحل. يلا استأذنك برضو تعمل ايه؟ تكتب 7 بي نقط ايكوال 9 سي نقط وتختار رقم في مخك. بس دي صعبة شوية، هتاخد وقت عبال ما نلاقيها. هجرب مثلا 7 بي 5. 7 بي 5. ماشي، طلع لي رقم كده معين. هجرب 9. طب انا بفكر في حاجة. ايه هي؟
بص، مش انت عارف انا هسيب البي زي ما هي؟ مش احنا كنا بنعمل كده؟ بنفك السي ازاي؟ بحولها لبي ازاي؟ بكتب 9 بي نفس الحاجه بالظبط على فاكتوريال اللي تحت اللي هو n minus 2، وساعتها ده يتكنسل مع ده، يبقى هنا 1 equal 1 over فاكتوريال n minus 2. بعد كده ودي دي بالمالتبلاي، يبقى هنا n minus 2 equal 1. فاكتوريال مين اللي ب 1؟ فاكتوريال الزيرو او ال1، يعني n minus 2 ينفع تبقى بزيرو و n minus 2 تنفع تبقى ب1. اطرد ده الناحيه التانيه يبقى ال n ب 2، اطرد ده الناحيه التانيه يبقى ال n ب 3. يبقى انا هجرب حاجتين، مره فاكتوريال 3 minus 2 اللي هو فاكتوريال ال1 اللي هي هتبقى بزيرو ودي مش موجوده، وهجرب فاكتوريال 3 minus ال 3 اللي هي فاكتوريال الزيرو تبقى برضه ب1. تبقى برضه ايه ده؟ فاكتوريال ال1 ب1. انا غلطت، فاكتوريال ال1 بايه؟ 1. يعني في كل الاحوال هتجيب لي اجابه اسمها ايه؟ هتجيب لي اجابه اسمها 1. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. لو سمحت يا ابو الصحاب جرب لي مين الرقم اللي عامل له بي 4 يديني 840. استنى هجرب، وليكن مثلا 6 بي 4. لا ما طلعتش، هزود عن ال 6 خليها 8. لا طلع رقم كبير قوي، اجرب ال 7. بس خلاص هي طلعت ايه؟ 7. يبقى اللي فوق ده لازم يطلع 7، يعني ان بلس 5 لازم تطلع 7. اطرد ده الناحيه الثانيه يبقى 7 ماينس 5 يبقى ال ان ب 2. يبقى ال ان ب 2. خلصت ال ان ب 2. اتفقنا لو اللي فوق شبه اللي فوق واللي تحت مختلفين يا اما قد بعض، وده طبعا ما حصلش هنا، يا اما الاتنين بلس بعض ايكوال الان، فالان تطلع ب 10. اعوض بقى بيها هنا 12 سي 10، 12 سي 10، 12 سي 10 طلعت 66. يلا يا ابو الصحاب استاذنك جرب لي 11 بي كام يديك 900. 11 بي كام يدي لك 990. استنى كده هجرب. 11 بي مثلا 5. يا لهوي ده طلع رقم كبير قوي. 3. ايوه هي طلعت 3، يبقى الار ب 3. يلا عوض هنا يبقى 2 باي 3 بلس ال 1 ب 2، يعني 7 ب 2. 7 ب 2 42. الاجابه طلعت 42. اللي بعده. ماشي، جرب لي 8 بي كام يديك 336. استنى هجرب، استنى هجرب. 8 بي مثلا 5. لا 8 بي 3. لا زود 7. لا 2. انا كاتب سي، انا اسف. 8 بي 3 طلعت 3، يبقى دي 3، يبقى الار طلعت ب 3. يلا عوض في الثانيه، يبقى ان سي 3 بلس 1 تبقى 4 عشان انا جبت ال 3. 3 بلس 1 4. يلا جرب لي مين اللي السي بتاعها 15. هل هي مثلا 5 سي 4؟ 5 5 سي 4. لا طلعت ب 5. طب جرب لي مثلا 6 سي 4. ايوه طلعت 6، يبقى الان ب 6. يبقى انا كده جبت الار ب 3 والان ب 6. هو عاوز بقى يبقى 3 بلس ال 6 تطلع الاجابه 9. جربت ايه؟ 3 بلس ال 6 طلعت الاجابه 9. يلا بالصحاب اللي بعدها. ايه دي يا ابو الصحاب؟ 1 اوفر 4 مالها لازقه؟ لازقه يعني ايه؟ باي هتروح بال ديفايدد، يبقى 6 ديفايدد 1 اوفر 4. 6 ديفايدد 1 اوفر 4 تطلع في 24. اقعد اجرب مين اللي الفاكتوريال بتاعها ب 24، هتطلع الان ب 4. يبقى الان ب 4. هو بقى عاوز فاكتوريال 4 ماينس 1، يعني عاوز فاكتوريال ال 3 تطلع ب 6. ان سي 5 على ان سي 4 ايكوال 3 على 1. يا سلام، هجرب الاجابات اللي موجوده كلها. تحبوا نبدا بكام؟ تعال نبدا بال 15. 15
15 سي 5 على 15 سي 4. لا ما طلعتش هي دي، الريشيو بتاعتها طلعت 11 to 5، مش هي. اجرب ال 19. طلعت 3 to 1 هي. يعني جرب كده 19 سي 5 على 19 سي 4، طلعت لي 3 اوفر 1 اللي هي 3 to 1. يبقى الاجابه هتكون ماشي. استاذنك برضو، يلا نجرب. اجرب 9 بي 4 وهنا هكتب 8 ملتبلاي 9 minus 1 بي 3. يلا جرب 9 بي 4 طلعت 3 0 2 4. اجرب 8 ملتبلاي 8 ملتبلاي 8 بي 3 طلعت 2 6 8 8. لا مش هي. اجرب ال 8 8 بي 4 equal 8 multiply 8 minus 1 ب 3. يلا 8 ب 4 تطلع 1 6 8 0. هنا 8 multiply 7 ب 3 1 6 8 0. بس خلاص هي دي الإجابة، هي دي الإجابة. يلا دي كلها كالكوليتر، كلها كالكوليتر. 7 سي 1 بلس 5 سي 1 minus 7 بي 2 نيجاتيف 30. تطلع نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 30. ضربتها كلها بالكالكوليتر. حلوة قوي الفكرة دي، حلوة قوي، حلوة قوي. لو حب يصعب هيجيبها لك. طبعا هي تيجي بالتجربة. يعني ايه تيجي بالتجربة؟ يعني هينفع تجرب كل الإجابات لحد ما تطلع الإجابة 60. بس أنا بفكر في حاجة. بفكر في إيه؟ بفكر في حاجة إن أنا أحلها بالستبس. ممكن أطلب منك طلب، ممكن أزود هنا 2 وأزود هنا باي 2. أه حقي، دي بقت 120. بص أبو الصحاب، شايف دي؟ أزيد من اللي جوه بواحدة. ازيد من اللي جوه بايه؟ بواحده. يعني انت لو عندك 5 فاكتوريال 4 تعرف انك ممكن تكتبها فاكتوريال 5. لو عندك 7 فاكتوريال 6 تعرف انك ممكن تكتبها فاكتوريال 7، عشان اللي بره ازيد من اللي جوه بواحده. فانا عندي اللي بره دي ازيد من اللي جوه بواحده، فممكن اكتبها فاكتوريال 2n equal 120. خلاص كده انا عارف فاكتوريال مين اللي ب 125، يبقى 2n equal 5. يبقى ال n equal 5 على 2 اللي هي 2.5. خلصت. اوكي، يلا نودي ال 10 بالديفايدد. يبقى فاكتوريال 2n minus 2 equal ايه؟ 240 divided 10 تطلع 24. على فكرة يا مستر أنا حافظ فاكتوريال مين اللي ب 24؟ فاكتوريال ال 4. صح. يبقى اللي جوه ده لازم يطلع 4. أطرد ده بالبلس يبقى 2n equal 4 بلس 2 يبقى 2n equal 6. يبقى ال n ب 3. خلصت. الجزء الثاني من اليونت، عايزين نقعد الناس في صف وهم 7 كراسي. يبقى 7 كراسي هقعد فيها 5 بني آدمين، تبقى الإجابة 7 بي 5. يبقى الإجابة هتكون 7 بي 5. أوكي، عايز أكون رقم متكون من 2 digits بس different. أنا وأنا بحط أول رقم بصيت على الاختيارات لقيت إن أنا عندي 3 اختيارات فقط مش 4. ليه؟ لأن الزيرو ما ينفعش يتحط هنا. يبقى عندي هنا 3 أوبشن. انا كده اخترت رقم من الاربعه حطيته في اول خانه. يبقى في الخانه الثانيه عندي كام اوبشن؟ عندي 3. 3 باي 3 تطلع الاجابه 9. هي دي الاجابه. تاني، انا عايز اكون رقم متكون من 2 digits. الخانه الاولانيه هختار بينهم 4 ارقام، لا 3 بس، لان ما ينفعش احط زيرو. لما يكون عندي 4 ارقام بختار منهم وانا اخترت واحد سكنته في اول رقم، الاختيارات في تاني خانة هيبقوا 3. يبقى 3 في 3 ب9. عايز اقعد الناس في صفوف، يبقى فاكتوريال الفور وما فيهاش اي كلام 24.
بيقول لك انا عاوز اكون رقم متكون من 3 ديجيت والتلاتة مختلفين. اول خانة هيبقى عندي كام اوبشن؟ 1 2 3 4. ليه ما خدتش الزيرو؟ لان ما ينفعش الخانة الاولانية يبقى فيها زيرو. كده من الخمس ارقام اللي معايا في واحد اتسكن في اول خانة، فكده اتبقى معايا 4. كده انا كمان سكنت واحد كمان، فكده متبقي معايا 3، يبقى 4 باي 4 باي 3. اللي بعده عندي رقم متكون من 2 ديجيت، وقال لك ان هما لازم يكونوا مختلفين. في اول خانة عندي 4 اختيارات، في الخانة التانية بعد ما خدت رقم منهم بقوا 3 اختيارات. 4 باي 3 تطلع الإجابة ب 12. بيقول لك أنا عندي امتحان. الامتحان ده متكون من 6 أسئلة، وأنا عايز أجاوب 4 بس. خلاص يا مستر، يبقى لازم نختار السي. يبقى هختار 6 سي 4. 6 سي 4 هتطلع الإجابة ب 15. عندي 15 طريقة أحل بيها الأربع أسئلة دول. عايز أكون رقم متكون من 2 ديجيت في الاختيار بس يكونوا ديفرنت. في الاختيار الأول هيبقى عندي 4 اختيارات، لما أنا خلاص خدت رقم منهم يبقى بقى لي 3 اختيارات. 4 باي 3 تطلع الإجابة ب 12. بيقول لك يا أبو الصحاب أنا عاوز أختار رئيس ومساعد رئيس وعندي 12 ممبر. في البدايه خالص وانا بختار الرئيس فانا عندي 12 بني ادم. بعد كده الخطوه اللي بعدها انا خلاص خدت واحد من ال 12 خليته رئيس، فالاختيارات بعد كده هيبقوا 11. ال 12 باي 11 تطلع الاجابه ب 132. يلا نشوف اللي بعدها بيقول لك انا عاوز اختار 2 رجاله 2 رجاله من اصل 7 رجاله، وعايز اختار ست واحده من اصل 5 ستات. تاني كده معلش. يعني انا عندي 7 رجاله. السبع رجاله دول السبع رجاله دول انا هختار. ها، هختار ايه؟ هختار منهم ال7 رجاله، هختار منهم 2 رجاله، وعندي 5 ستات هختار منهم ست واحده، واعمل لهم باي عشان كلمه اند معناها باي. كلمه اند معناها باي، فالاجابه هتطلع 105. جرب كده. 7 7 C2 multiply 5 C1 تطلع 105 صح. السؤال هيتكرر تاني عشان يثبت معاك. احنا عندنا عايزين نختار راجل واحد واتنين ستات. الرجالة كانوا 9 يبقى 9C1، و5 ستات هختار منهم 2 ستات واعمل ملتبلاي عشان دي كلمة اند معناها باي. 9C1 multiply 5C2 تطلع فيه 90 طريقة نختار من بينهم الناس دي. عايز أكون 4 أرقام، بس شرط إن التنس يبقى إيفن. ده مكان التنس يكون إيفن. هو أنا عندي كام رقم إيفن هنا؟ التو والفور بس، يعني أنا في الخانة دي عندي اختيارين بس، وأنا عندي 4 أرقام. خلاص في واحد اتسكن في الخانة دي، يبقى ال4 أرقام اللي كانوا حيلتي أنا سكنت واحد، يبقى كده معايا 3. بعد كده سكنت واحد كمان، يبقى كده أنا معايا 2. وفي اخر خانه مش متبقي لي غير رقم واحد بس، يبقى انا هعمل 3 باي 2 باي 2 باي 1 تطلع الاجابه ب 12. 3 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 1 تطلع الاجابه ب 12. قشطه. قشطه.
عايز اكون رقم متكون من 3 ديجيتس والتلاتة يكونوا مختلفين. في اول اختيار معايا 4 اختيارات، سكنت منهم واحد اتبقى لي 3، سكنت منهم واحد كمان يتبقى لي 2، 4 باي 3 باي 2 تطلع الاجابه 24. عايز اكون رقم متكون من 2 different digit، الاول هيبقى عندي 4 اختيارات وفي المره الثانيه يبقى عندي 3 اختيارات، 4 باي 3 تطلع الاجابه ب 12. لحد هنا اصدقائي اكون خلصت الدرس الثاني في الالجبرا. تعالوا نوقف علشان ما تحسش ان الفيديو طويل جدا، ودلوقتي اقول لك باي باي مؤقتا، واستناني في فيديو الكالكلس والتريج سوا. اشوفك على خير دايما يا صديقي.